مساء الفل، اهلا بيكم في فيديو جديد عن كأس الأمم. 8 مواجهات نارية جدا. عندنا فرق عملت مفاجآت في دور المجموعات وقدرت تكون موجودة في دور ال 16. المواجهات هتبقى يوم السبت ويوم الحد ويوم الاثنين ويوم الثلاث. وهنبدأ بأول مواجهة أنجولا وناميبيا. كل الناس شافت ناميبيا اللي عملت مفاجأة وكسبت تونس في أول مباراة في المجموعات وعملت نتائج طيبة في مجموعتها. هتقابل أنجولا، فأنجولا وناميبيا هختار أنجولا. أنجولا فريق منظم جدا، شفناه بيلعب كرة حلوة، عندهم نجم الاتحاد السكندري مابولولو، وكمان فريق بيلعب كرة ممتازة، تقدر تقول كده هيبقى الحصان الأسود لغاية دلوقتي. المواجهة التانية من كلاسيكيات القارة، نيجيريا والكاميرون. الناس كلها قاعدة مستنية ايه اللي هيحصل. نيجيريا مع فيكتور اوسمان، والكاميرون الفريق اللي معهوش نجوم زي الكاميرون اللي فاتت. يعني انت لو كنت بتشوف صامويل ايتو، باتريك موبوما، سونج، فريق يخضك. دلوقتي حاله يا عيني صعب جدا. الكاميرون اللي خرجت من قبل نهائي البطولة اللي فاتت قدام مصر بضربات الجزاء، النهاردة هتقابل نيجيريا. انا شايف ان المنتخب الاقرب والاحسن انه يصعد هو منتخب نيجيريا، مش بس عشان كسب صاحب الارض، لكن نيجيريا فريق قوي ومعاه جوزيه بيسيرو، عاملين لغايه دلوقتي بطوله طيبه. المواجهه الرابعه مصر والكونغو. منتخب مصر ما اداش البطوله اللي احنا منتظرينها لغايه دلوقتي. المنتخب اللي الناس كانت متامله فيه خير. لما شفت التشكيله قبل البطوله تقول منتخب مصر هيصعد لا محال على الاقل الدور الثمانيه، لكن لغايه دلوقتي منتخبنا بعيد عن الاداء المنتظر. في مواجهه منتخب الكونغو، الفريق اللي لعب ماتش كبير جدا وقدر يتعادل مع رابع العالم اللي هو منتخب المغرب، وعمل نتائج كويسه جدا في دور المجموعات، هيقابل منتخب مصر، وان شاء الله منتخب مصر هيغلب الكونغو. صحيح منتخب الكونغو مع سيباستيان ديساب بيقدم بطولة محترمة، لكن ان شاء الله منتخب مصر قدها وهيقدر يصعد ويقابل واحدة من انهي فيهم. المواجهة الخامسة كاب فيردي وموريتانيا. كاب فيردي الناس كلها شايفاه لغاية دلوقتي الحصان الاسود للبطولة، الفريق اللي قدر يتصدر مجموعة مصر وغانا وموزمبيق، الفريق اللي بيلعب كورة حلوة، الفريق اللي قدر يفرض وضع 90 دقيقة على منتخب مصر بتشكيل مناسب بخطة مناسبة، الفريق اللي قدر يفرض اسلوبه في الثلاث ماتشات وقدر يصعد ب7 نقاط زيه زي رابع العالم المغرب. هيقابل موريتانيا. موريتانيا اللي صعدت على حساب الجزائر وقدرت تخرج الجزائر بماتش يعتبر من ماتشات البطولة اللي انت تقدر تحبه وتشوفها في الكورة. المجهود البدني والصراع اللي هم عملوه في ماتش الجزائر هيخلي المواجهة مع الراس الاخضر صعبة جدا، لكن انا شايف ان الراس الاخضر او كاب فيردي هم الاقرب انه يصعدوا على حساب موريتانيا. عشان كده بختار في المواجهة دي كاب فيردي. المواجهة السادسة السنغال وكوت ديفوار. الناس شافت السنغال النسخة المنظمة، اليو سيسي اللي عامل فريق حلو جدا، الفريق اللي صعد كاس عالم وبطل الامم اللي فات، والناس شايفة ان السنغال والمغرب بأداء البطولة الحالية هم اقرب اتنين للكاس. كوت ديفوار اللي صعدت بمعجزة، اللي قدمت مباراة الافتتاح كويسة بقيادة فوفانا، لكن الماتشين كانوا من أسوأ ما يمكن. عشان كده انا شايف ان السنغال هتوصل لقبل النهائي مستريح، مش هتعدي كوتيفوار بس، وهتعدي الفريق اللي جاي ايا كان هو مين. المواجهه السابعه المغرب وجنوب افريقيا. طبعا هتقول لي محسومه، هقول لك جنوب افريقيا عامل لغايه دلوقتي بطوله جميله جدا، لكن اسود الاطلس هم الاقرب والاحسن والاقرب كمان للبطوله. فريق عارف امتى يلعب، امتى يكسب، امتى يعمل اللي هو عايزه كله، فريق قادر يفرض وجهة نظر طول الوقت مع وليد الركراكي. صحيح هو موقوفه لغاية دلوقتي، العقوبة لسه فيها استئناف، لكن الراجل عامل بطولة كبيرة جدا، قدر ياخد 7 نقاط وتعادل مع الكونغو وكسب ماتشين. وبالتالي انا شايف ان الاقرب في مواجهة المغرب وجنوب افريقيا طبعا المغرب. المواجهة الثامنة والاخيرة مالي وبوركينا. مالي الفريق اللي قدر يلعب بطولة لغاية دلوقتي كويسة وعامل بطولة محترمة. بوركينا اللي بيقدم كورة صحيح مش ممتعة، لكن قدر يحافظ على حظوظه ويوصل للدور ال16. المواجهة دي أنا بختار فيها مالي، الفريق الأفضل والأحسن واللي قدر يعمل مباراة كبيرة قدام المنتخب التونسي ويبين لك قد إيه إن منتخب مالي منتخب قوي. بكده نكون اخترنا الفرق اللي هتتأهل لدور الثمانية. نشوفكم في توقعات تانية، مع السلامة.